السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالمتتبعين الأوفياء لقناة المهاجر نيوز. أول خبر نبداو به فيديو اليوم إن شاء الله، وهو الخبر كما عارفين الكل أن في الآونة الأخيرة ضربت إيطاليا عدة زلازل، واليوم ضرب واحد الزلزال وبالضبط في فيرونيزي والقوة ديالو كانت 4.4. كما تشوفوا معايا هنا في هذا الخبر، فإنه ضرب على الساعة 3:36 وضرب عدة مناطق في الشمال وأنكي ميلانو وحتى ميلانو. وقبل من هذه الهزة الأرضية اللي تتبلغ 4.4 فإنه ضربات كانت قبله جوج هزات أرضيات، وحدة كانت في ساليتزولي زونا ديال فيرونا كانت القوة ديالو 3.4 وتسجلات على الساعة 2:02. أما الثاني الهزة الأرضية الثانية لا سيكوندا فكانت القوة ديالها 2.8 وتسجلات بالضبط على الدقيقة 2:44، يعني 3 لارو. الحمد لله أنه لا تقارير عن الأضرار، يعني ما كانت أضرار، بيرو كان غير عشرات المكالمات من ناس لغرفة عمليات الإطفاء اللي هما فيجلي دال فوكو، لأنهم كانوا في حالة من الهلع، لأن الهزات الثالثة كانت أخطر وأقوى من سابقاتها. كما تلاحظوا معايا هنا فالمكالمات كانوا فقط بعد الهزة الأرضية الثالثة اللي كانت أشد قوة، لكن الناس كانت باغا غير trattato comunque di richieste di informazioni، باغين يعرفوا غير معلومات، فما باغينش e non di segnalazioni dei danni a persone o cose، ما كانوش بلاغات بخسائر مادية أو مادية في الديور أو في الأشخاص فقدوا شي شخص، ولا كانت غير أنهم تطلبوا معلومات على هذه الهزات الأرضية. وباش نعرفوا منين جا هاد الزلزال وفين مكان المركز ديالو، فإنه ضرب في كرواتيا ب6.4 وحسات به إيطاليا، يعني الضربة القوية في الضربات في كرواتيا. الحمد لله بأننا هنا في إيطاليا ما كاين حتى خسائر لا جسمانية لا مادية ولله الحمد، لكن في كرواتيا كانت الخسائر 5 أرواح almeno 5 vittime، وهو بالضبط ضرب بأمتار قليلة من زاغابريا. وهذا الزلزال كان هو النوع أقوى ضربات البلاد وتسجلت في تاريخها، بحيث أن حسوا بها الناس في ميلانو وبولونيا بادوفا وفيرونا. رئيس الوزراء جوزيبي كونتي كتب على الحساب الشخصي ديالو في تويتر وقدم أحر التعازي لرئيس الحكومة الكرواتية، معرب عن الأسف ديالو عن ما أصاب البلاد جراء هذا الزلزال العنيف، وبين مدى التآخي للجارة كرواتيا، وأن إيطاليا مستعدة لتقديم أي مساعدات تتهم هذه الدولة الجارة. بإيطاليا هناك ممرضين وأطباء رفضوا أنهم يتلقاو الجرعة ديال لقاح فايزر. أما أمريكا فهي بالفعل تم تلقيح 2 مليون ديال الأشخاص كاملين في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. والمنظمة العالمية للصحة علنت أنه من هنا القدام جاية أوبئة أشرس وأخطر من هذا الوباء اللي كاين حاليا ومن الوباء اللي سبق قبل وهو كوفيد، تنطلبوا من الله السلامة. في واحد المقابلة صحفية فالمحامي والخبير في علوم القانون بيترو إيشينو طرحوا عليه سؤال: واش الباترون عنده الحق يجري على الشخص لما بغاش يتلقى التلقيح؟ الجواب ديالو كان كالتالي، فالسؤال اللي باقي تيطرح وبقوة: واش اللقاح إجباري أو لا؟ لحد الساعة الكل تيقول أنه غير إجباري، لكن لما توصل لهذا السؤال واش الباترون ديالي عنده الحق يجري عليا من الخدمة لرفض التلقيح، غتلقى واحد 2 الأجوبة. الأول: أنت حر
في أنك تجلب أم لا، تتبقى لك حرية شخصية. والآخر أنه لا ما جلبتيش فالباترون عنده الحق يجري عليك، لأنك غتشكل ليه خطر على شخصه وحياته وعلى الناس اللي محيطة بك، سينيفيكا على الناس اللي خدامين معاك. دابا نشوفوا القانون اش تيقول. فالمادة 2087 من القانون المدني بإيطاليا تيلزم على صاحب العمل باش ياخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أولا السلامة البدنية والعقلية للأشخاص اللي تيخدموا عنده في الشركة، بمعنى أنه خاصو يجري عليك أمام هاد الحالة. وكاين المادة 32 من الدستور اللي تضمن ليك انت حقك في حرية الاختيار ورفض العلاج. ولكن لما هاد القرار ديالك غيرجع بالضرر والأذى على ناس اخرين، فهنا حقك انت تيوقف، لانهم تيغلبوا المصلحة العامة وديال الأغلبية على المصلحة الفردية. وصراحة فلحد الساعة غير الكمامة لما درتيهاش الباترون تيجبرك ديرها وتيدور فيك وبز منك تديرها، فما بالك بالجلبة. يعني شئت ام ابيت في الاخر غتلقى راسك مجبر انك دير الجلبة. فغتولي اولا حتى واحد الكل غيرفض انه يخدمك لانك ما تلقيتيش الجلبة، غتولي تبغي تسافر غيطلبوا منك واش جالب، اولا غتبغي دير شي كونكور ما غيرفضوك لانك انت ما خديتيش الجلبة، وبزاف ديال الحوايج اللي غتلقى نفسك تطبق لك المقولة مجبر اخاك لا بطل. وفي الاخير سألوه واش خاص يدار شي قانون يجبر الشخص على التلقيح، فالجواب ديالو كان اصلا راه كاينه الماده 2087 من القانون المدني الايطالي اللي تتغلب المصلحه العامه على المصلحه الفرديه. ولما قالوا ليه فلحد الساعه فدول الاتحاد الاوروبي ما تتجبرش على التلقيح، يعني انه غير اجباري. فقال لهم حتى في دول الاتحاد الاوروبي راه بدات تتولد لهم فكره سن قانون تيجبر على التلقيح. وفي نظري الشخصي انه في النهايه ضمن على الكره الارضيه هذا هو اللي حاصل، والا غنقلبوا على شي كوكب اخر نسكنوا فيه. وبهذا تنكون قد وصلت لنهايه الفيديو. تنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ودعمونا بلايكاتكم وتعليقاتكم واشتركوا في القناه، والى اللقاء مع الفيديو القادم ان شاء الله.